السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو جديد، ولو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى معانا قصة وحكاية، وتعالوا بينا نحكي حكاية النهاردة ونشوف حكايتنا بتقول ايه. معانا النهاردة واحدة بتقول انا منفصلة واتجوزت تاني ومعايا طفل وكان موافق بيه في الاول. بس عشان هي بس ملخبطه عامله حاجات، يعني هي اتجوزت، هي انفصلت واتجوزت تمام، وجوزها التاني ده كان موافق، هي كان معاها طفل من جوزها الاولاني وكان موافق بيه، مفيش مشكله يعني. اه وفي الخطوبه بس، ودلوقتي جوزي ما بقاش بيحبه وبيستخسر الاكل فيه، لدرجه اني اوقات كتير باكله في السر، وامي واهلي رافضين يخلوه عندهم، وجوزي دلوقتي مصمم يطرده، وقال لي لو لقيته في البيت بعد كده هيحصل طلاق. دلوقتي لو ابوه مش عايزه يستلمه، وابوه دلوقتي مش عايز يستلمه، واهلي كمان، وجوزي الحالي رافض يقعد معايا وبيقول لي طلاقك مقابل ان الولد يمشي من البيت، وانا مش عارفة اعمل ايه واوديه فين. نعم. نعم. انتي يعني بجد انتي يعني انا مش حاساكي، مش حاساكي، يعني انتي يعني ايه؟ انتي يعني مش لاقي حاجه اقولها. يعني ايه انتي مش واخده موقف؟ يعني ازاي انتي مش واخده موقف منه؟ اللي لا تعالى ابني، ازاي انت مستخسر في ابني الام؟ انتي ازاي قدرتي تقوليها ان انا باكل ابني من وراه؟ انت ازاي قدرتي تقوليها انه او انت ازاي سمحتي له ان هو يحطك يعمل المقارنه دي، اللي هو لا ابنك يمشي من البيت لا انت تطلقي؟ لا يا حبيبتي اتطلقي، اتطلقي عشان خاطر ابنك، اتطلقي. في ناس تقول لي طب ما هو مش عارفه ايه، لا تتطلق، تتطلق معلش، يعني هي موجوده ماشي. ابوه بتقولي ابوه مش عايز، ابوه رافض يستلمه، انتوا بتخلفوا ليه؟ يعني معلش، يعني بتخلفوا ليه؟ طالما انتوا هتخلفوا وترموا عيالكم، بتخلفوا ليه؟ يعني ازاي طفل؟ اهلك مش مجبرين، خلينا متفقين على كده، اهلك مش مجبرين، اهلك مش مجبرين ان هم ياخدوه. والمفترض ان انت اتفقتي مع جوزك التاني ده ان الولد هيبقى معاكي وهو وافق. لا تعالى بقى هنا، انا والله انت واخدني بابني، واخدني ومعايا ابني وانت وافقت، ما تجيش بعد ما خلاص، ما هو ده اللي احنا بنقوله. بصوا بقى، ده اللي احنا بنقوله ايه؟ اني قبل الجواز شيء وبعد الجواز شيء تاني، اللي هو اذا كان في عضو في بيت عيله يقعدوا يقولوا لك انت هتبقي معزوله ومن مع نفسك، لا 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 ماليش دعوه بيكي وحاجتك يا حبيبتي وتنامي براحتك وتقومي براحتك في شقتك ومش عارف ايه، واحنا ملناش دعوه بيكي، عيشه ملناش دعوه. ماشي تمام وكلام جميل، وانتي 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 وانتي. اول ما يكتب كتابه واول ما تخش بيتهم، الكلام ده اتمسح باستيكه زي اللي انت فيه ده دلوقتي. هو وافق على الطفل في الاول، وبعد كده دلوقتي هو مش عايزه. ذنبه ايه الطفل ده بقى؟ ذنبه ايه؟ انت جوزتي ليه اصلا؟ تقول لي اصل هي ليها احتياجات وست من حياه الجواز، تمام تمام، انا معاكم في دي جدا. لكن لما يحط لي مقارنه وانا يعتبر ان ابني ده ملوش غيري، حتى لو ابوه عايزه، انا بقول لكم عن نفسي، انا حتى لو ابوه عايزه، انا لا طبعا، لا طبعا. بالكم بقى طفل زي ده ابوه مش عايزه، ابوه مش عايزه، وكمان اهلك مش عايزين يخلوه عندهم ومش مجبرين. لا تعالى لي بنتي، المفترض تجيبي جوزك ده بقى، لا تعالى انت وافقت وتجيبي حد من اهلك، والله انت وافقت ان انت ان انا معايا ولد وانت وافقت على كده، وبناء عليه انا وافقت على جوازتك اصلا، فطالما انت مش عايز ابني فيلا كل واحد يروح لحاله. ما تبينلوش ان انت ضعيفه ومكسوره عشان خاطر ابنك، ما تبينلوش كده، اللي هو لا انا انا عشانك هضحي. لا ما هيجي في يوم، عارفه ابنك ده لو عملتي فيه كده ان انت رميتيه عشان خاطر جوزك، هتتمنيه يوم. الناس اللي هي بتقول الجحود
والولد العاق والولد. طب هو انت يعني ايه ما سالتش نفسك كده سؤال، ان ربنا هيجي يسالك ويقول لك هو انت يعني انت بريت بابنك عشان ابنك يبقى بر بيك؟ ما هي كده. انا لو حنين على ابني، انا لو بدي لابني اللي هو عايزه، نرجع بالماديات، احنا بنتكلم في حاجات تانية خالص، ماشي؟ هيطلع لما اكبر، لا هيطلع حنين عليا، هيطلع يقول لا ده امي، مينفعش. لكن انت لو غبية عليه وبالطريقة دي وبتقارني بينك وبين جوزه بجوزك لا ده لا ده، ها طب وبعدين لما يكبر هيبقى اغبى خلق الله عليكي. احنا كان معانا مشكلة، بنت كانت بتقول انا يعني انا بحب كده اشوف امي متمرمطة، واشوف اللي بيذلها، واشوفها مذلولة هي واخويا. بصوا بتقولي انت عايز عيلك يبرك، لازم ان انت تبره، ما هي كده. لما يوم موقف عظيم لما تروحوا لربنا، تمام، هيسألك السؤال ده، هل انت كنت بر بابنك عشان ابنك يبقى بار بيك؟ سؤال بسيط جدا. انت بقى اللي هتقرر اذا كنت انا كنت بار بيه او لا. طب ماشي، ما هو لا، ما انت واحد بتديله في اسوأ في اسوأ في اسوأ في اسوأ، مستني منه ايه؟ مستني ان هو يبقى حنين عليك؟ لا مش هيبقى حنين عليك، مش هيبقى حنين عليك للاسف. فربنا يصلح حال الدنيا كلها. ابنك مش هقولك مش ما فيهاش مقارنة، ما فيهاش مقارنة. فيديو النهارده خلص، ولو أول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وأقول لكم مع ألف سلامة، باي باي.